وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. لو انت مش متابع على الانستجرام فانت فايتك كتير قوي. يلا بينا نبدا. يلا بينا. طبعا في البدايه احنا بنعتذر عن الانقطاع لمده جمعتين، بس ده لظروف خارجه عن ارادتنا، بس ادينا رجعنا اهو وان شاء الله مستمرين كالعاده. في بدايه الفيديو انت اكيد عرفت احنا هنتكلم عن ايه بالظبط، وده بكل بساطه من العنوان. فتعالى نخش في الموضوع على طول وما نضيعش وقت. في البدايه خلينا نبدا بالدماغ. الدماغ هو هيكل في رؤوسنا بيتحكم في وظائف الجسم المختلفه، يعني بالبلدي كده كمركز تحكم في الجسم كله، بيتحكم بقى في كل الاعضاء، في الحركات، في الحواس، في انت عارف بقى الدماغ، وده كله بجانب الذاكره طبعا، وده جزء مهم جدا جدا جدا. فالدماغ كده هو الجزء الرئيسي في الجهاز العصبي، وده عند كل الفقاريات وعند بعض من اللافقاريات. وبرضه ممكن نعمل فيديو عن ايه هما الفقاريات واللافقاريات والفرق ما بينهم والحاجات دي كلها. والجزء ده اللي هو الدماغ بيجمع المعلومات وبيحللها، بالاضافه لادارته وسيطرته على معظم الوظائف، عشان هو عضو مهم جدا جدا جدا. فعشان كده ربنا خلقه وخلاه جوه الجمجمه، وده حمايه ليه مش اكتر. تعالى بقى ونشوف ايه هو العقل. العقل هو اكتر تعقيد من الدماغ بمراحل. خلينا نقول ان العقل عباره عن مجموعه من العمليات العقليه وشويه من الوعي والتفكير والادراك. يعني العقل هو المكان اللي بيحصل فيه تحليل للبيانات اللي داخله، والمكان اللي ممكن اخد منه قرار. كده يعني كده معناها ان العقل جوه الدماغ. ايه ده؟ العقل جوه الدماغ؟ ما تيجي نعتبر كده ان العقل ده هو المدير التنفيذي جوه الدماغ، بمعنى ان هو اللي بيعمل كل حاجه في قلب الدماغ. يعني احنا ممكن نقول ان الدماغ هي قطعه اللحمه اللي في قلب دماغنا، والعقل ده الحاجه اللي جوه اللي هي الحاجات بقى اللي فيها معلومات او حاجه جزء من الروح. العقل دايما كمصطلح بيستخدم غالبا لجميع الوظائف الحيويه اللي بتحصل في قلب الدماغ، وبالذات بقى الوظائف اللي بيكون فيها الانسان واعي. كان انت تجادل، تفكر، الذاكره، حلو ان انت تسترجع حاجه، تفتكر حاجه، تخزن حاجه، وجميع الانفعالات العاطفيه اللي بيتعرض ليها الفرد مننا، واللي قال فيها البعض ونسبها انها وفق اراء البعض ان الحاجات دي كلها بتحصل جوه العقل. زي ما قلنا ان الدماغ هو عضو في قلب الجسم، وبالنسبه للعلاقه بينهم فتعالوا نعتبر ان العقل هو المدير وهو المتحكم وهو كل حاجه، والدماغ هي اللي بتساعده ان هو يعمل الحاجات دي كلها. وده الاختلاف الكبير ما بينهم، لان اللي بيخلي العقل مختلف عن الدماغ هو ان العقل حاجه غير ملموسه وغير مرئيه وغير حاجه زي الروح، ما تعرفش انت كده شكله عامل ازاي ولا تعرفش، وده بخلاف المخ. طيب تعالى بقى ننتقل لحاجه ثانيه خالص، وهي العقل والقلب. ساعات كتير ناس تيجي تقول لك فكر بعقلك مش بقلبك. فهو القلب بيحس، طب ايه؟ طيب العقل وعرفناه من فوق، عرفنا كل حاجه عنه، حلو الكلام. طيب تعالوا نعرف ايه هو القلب. القلب ما هو الا عضو بيضخ الدم. ايه ده بس كده؟ عضو بيضخ الدم. بس تعالى بس نكمل. القلب هو المسؤول عن مشاعر الحب، ومش بس كده، لا، الرحمه والتعاطف وغيرها من المشاعر اللي انت عارف اللي هو ايه، مشاعرك بيتحرك كده، دي بتيجي من القلب. كده يعني القلب مش وظيفته ضخ الدم وبس، لا، وده هتحسه لسبب، لان انت لما تحس بحب او رحمه او عطف او ايا يكن، وبالذات لما تيجي يعني انت فاهم انا اقصد ايه، هتلاقي كده ان عارف اللي هو ايه، انت ضربات قلبك بتزيد، انت في ضيق في التنفس او مش عارف تاخد نفسك كده. فده اعرف ان ده الشعور ده مش جاي من العقل، الشعور ده جاي من القلب. عشان كده قريت جمله جميله جدا جدا، حتى هقراها لكم بالظبط زي ما مكتوبه: القلب قادر على انتقاء الاشياء التي لا يفهمها المرء. عشان كده العقل والقلب من الاجزاء المهمه جدا جدا في حياه الانسان، ودول اللي دايما بيعملوا على اتخاذ القرارات السريعه، او حتى القرارات اللي هي مش لازم تتخذ في الوقت العادي، اللي هي القرارات الاجله. ومع ذلك فان العقل اكثر تحليلا، ايوه، بمعنى لازم بيفكر ولازم بيحلل كل حاجه، ولازم يعني بياخد وقت عقبال ما يعمل عشان يديك القرار الصح. عشان كده طلعت مقوله فكر بعقلك ما تفكرش بقلبك. في النهايه لازم يكون في توازن ما بين العقل وما بين القلب، عشان تعيش حياتك بسعاده وطمأنينه وكل حب وكل عقل. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. معاك محتوى استشعر عني لايك، اشوفك في الفيديو الجاي. سلام. إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.